تعرف ان الشيطان بيدخل لك من صفاتك؟ عايزك تتتبع صفات الانسان في القرآن، هتلاقيهم كتير: يئوس، جهول، كفار، اكثر شيء جدلا، عجول، كتير. وعلماء النفس قسموا الشخصيات دي ل4: مفكر وفعال وحساس وحدثي. وكلنا بلا استثناء فيهم الشخصيات دي، ولكن بنسب متفاوتة، كل واحد عنده حاجة اكتر من التانية. فتلاقي الشخصية الفعالة اللي هي الشخصية القيادية، تحسه على طول منفعل وقيادي، وازاي تسكت وازاي تعمل. الشيطان بيخش له من الحتة دي من شخصيته، من الغضب ومن الكبر. وعلى العكس تلاقي الشخصية التانية المفكر المحلل، تلاقي الاول عمال يقول له يلا ويزعق له، والتاني اهدى الامور تحتاج الى تريث، وتلاقيه بياخد كل الامور بالراحه وبحكمه. وده ممكن الشيطان يدخل له منين؟ يدخل له من العجب، ان هو بيعجب بنفسه وان هو اللي عنده العلم كله وهو اللي فاهم كل حاجه. الشخصيه الثالثه اللي هي الشخصيه المصريه، هي الشخصيه الحساسه، تلاقيه على طول عاطفي وبيتاثر باي حاجه، والشيطان بيخش له بان هو بيتعلق باي حاجه جدا، او ان هو بيبقى عنده يأس شديد واحباط شديد وقنوط من رحمه الله اول ما حاجه وحشه تحصل. اما الشخصيه الرابعه والاخيره هي الشخصيه الحدثيه او الابداعيه، تلاقيه على طول عايز ينطلق وعايز يلعب وعايز يسافر وعايز يروح وعايز يجي، وده الشيطان دايما بيدخل له في اتباع الهوى. كلنا عندنا نفس الشخصيات بس بنسب متفاوته، فاعرف شخصيتك وافهم نفسك عشان ما تسمحش للشيطان انه يوقعك في الفخ. اصحى للعدو. السلام عليكم.